السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي الكرام في البث المباشر من الملعب الكبير بطنجة. أرحب بكل مشاهدين داخل وخارج أرض الوطن وعلى قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. في البداية رمضان مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. سنتابع بعد قليل مباراة كبيرة، مباراة ودية دولية ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البرازيلي المصنف أول عالميا منتخب السيليساو، في ضيافة أسود الأطلس. المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا كبيرا في مونديال قطر بإنهاء المنافسات رابع العالم سيكون بعد قليل في ضيافة هذا الجماهير وهذا الحضور الكبير للجمهور المغربي. يمكن نقول بأنه منذ ساعات طويلة، بل هناك عدد من فضل الإفطار هنا بالملعب الكبير بطنجة من أجل متابعة ومن أجل مساندة العناصر الوطنية والمنتخب الوطني المغربي. أمامنا طاقم تحكيم هذه المواجهة، الحكم صادق السلمي من تونس والذي سيقود المواجهة بمساعدة محمد بكير وحسن خليل. الحكم الرابع مصطفى كشاف على المستوى سفيان أمرابط لاعب فريق، ولو أن وليد القلاقي اختار بأن بلال الخنوس أن يكون حاضر في بداية هذه المباراة. أوناحي يحاول يمرر التمريرة أشرف حكيمي. هناك خطأ بالفعل، كان تدخل ديال أليكس نيكولاو. سعد في هذا اللقاء تبعد المحاولة، حكيم زياش رفع الكرة، فرصة وتدخل الدفاع، إبعاد الكرة. الدوري البرازيلي انتهى بداية نوفمبر الماضي، انطلاقات وسرعة فينيسيوس جونيور، تدخل ممتاز. المنتخب البرازيلي من الجهة اليمنى وسط لاعب إيميرسون، حكم كيمنح خطأ. الدوريات الكبرى على المستوى الأوروبي يمتص الحماس ديال المنتخب المغربي. حكيم زياش تدخل الريان القطري. هناك خطأ بالفعل، هناك خطأ. حكم المساعد رفع الرايه وبالتالي كان خطأ. حكيم زياش كيرفع الكرة، فرصة على مستوى الأخطاء وكذلك على مستوى الزاوية مشات الكرة من الجهة. فرصة تمريرة زياش، تسديد وتدخل. ترجع الكرة بشكل ممتاز. حكيم زياش عند سفيان بوفال محاولة المراوغة. لاحظوا العودة ديال لوكاس تولينتينو وفينيسيوس. كرة خطيرة تدخل داخل المنطقة الجزائرية عند لوكاس تولينتينو، خطيرة. فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي. كرة مشات فوق المرمى، أبرز محاولة تجاه لاعب أليكس نيكولاو، كرة بعيدة خارج الأرض. فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي نصير مزرعة، ولكن وأوروبا في الوقت تبع هذه المحاولة لممثل القارة الأمريكية الجنوبية. منتخب البرازيل تدخل واسترجاع هذا المباراة. تبعد المحاولة وسط فينيسيوس جونيور، يوسف نصيري، فرصة مرات جانبا. فرصة الهدف مرات جانبا بواسطة نصير مزراوي، هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة. تمريرة ممتازة. برشلونة في الوقت تبادل المحاولة المنتخب البرازيلي جانبا كرة طويلة، لابد من إبعاد الكرة. ياسين بونو كنقول بأنه بقميص المنتخب الوطني المغربي. أشرف حكيمي استرجع الكرة بشكل مبين. خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف الأول لفائدة المنتخب البرازيلي في الوقت اللي هناك الوطني المغربي، وبالتالي إلغاء الهدف ديال فينيسيوس جونيور. كان متابع خطأ، كان هناك تدخل، محاولة بلال الخنوس والبحث عن ضربات الرأسية. لعبت كرة دائرية، فرصة خروج الحارس، فرصة بوفال. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي وسط سفيان بوفال، يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات. فرحة كبيرة للجماهير المغربية. جولة أولى مثالية، فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي. عز الدين يسرى، فينيسيوس جونيور، وأشرف حكيمي. فينيسيوس جونيور كانت خطيرة، أداء تسديدة مشات فوق المرمى للفرحة اللي يقولوا كل المغاربة. لعبت الكرة عز الدين أوناحي يمكن يرفع الكرة بالفعل، ترفعت عز الدين أوناحي. شو يعمل عز الدين أوناحي؟ تمريرة، فرصة. سفيان بوفال ما تمكنش من التسديد وبالتالي كتضيع. ممتازة يعني القراءة ديال المحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي كانت تدخل ديال سفيان أمرابط. الحكم كيعلن خطأ لفائدة المنتخب. تدخل المنتخبين الى ارضيه الملعب في الوقت كنتابعوا هذه الاجواء الجميله هنا بطنجه. والوطني المغربي مره اخرى اشرف حكيمي حاول الرغو
تسديده قويه لحكيم زياش، ولكن الكره كتمشي بوفال عند نصير المسراوي وحاول يمرر واشرف حكيمي يحاول يمرر في لاعب يوسف النصيري كبار. لكن هذا او تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديده قويه لرودريغو سيلفا. لعبت كره دائريه راسيه، اشرف حكيمي فرصه بيد المنتخب المغربي، انطلاقه على مستوى الوسط. سفيان امرابط، لاحظوا ثلاثه ديال اللاعبين، هناك خطا واضح، خطا واضح ولفائده المنتخب الوطني المغربي. بلال خنوس دخل داخل المنطقه البرازيلي، فرصه عز الدين أناحي وتدخل الحارس ويفرتون لبعد الكره. عز الدين أناحي، تسديد فينيسيوس جونيور، تدخل سفيان امرابط، دفاع دائما فرصه، تدخل وابعاد الكره ممتاز. غانم سيس يتدخل ويبعد الكره للزاويه خلال هذه النسخه العالميه. جونيور داخل منطقه جزاء كانت خطيره هذه المحاوله. لعبت الكره دائريه، لابد من ابعاد الكره بالراس بالفعل. سانتوس وكذلك رودريغو، فرصه داخل منطقه الجزاء، تدخل منطقه الجزاء، لعبت الكره الراسيه خطيره، لابد من محاولة تدخل رائع في الوقت اللي الحكم المساعد. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة أخرى خطيرة في تلبوت منطقة الجزاء، رفعت الكرة في القائد الثاني، تدخل أمام يوسف الأنصيري خطيرة وهدف. هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي، هدف بواسطة العبيد كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة، ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك. هدف أول لفائدة المنتخب البسيط بالنسبة للعناصر الوطنية. لعبت كرة دائرية، فرصة تدخل، رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل فعل الكرة خرجت. هذه يعطي رفع الكرة، فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة لاعب الصابري.